معلومة أول مرة تعرفها عن لاعب النادي الأهلي محمد مجدي قفشة. بصوا يا جماعة، مبدئيا كده الراجل ده مش مصري، أولا الراجل ده ألماني وما اسموش محمد مجدي قفشة، اسمه محمد مجدي شفنشتايجر، وهو مواليد سنة 1925 وعصر الحرب العالمية الثانية. ولما الدنيا زنقت معاه شوية الراجل سافر عبر الزمن بتكنولوجيا خارقة وجه هنا استقر في مصر ولعب في النادي الأهلي عشان بس يتدارى واستخبى عندنا يومين. الراجل امبارح كان من فريقه النادي الاهلي بيلعب ماتش مع طلائع الجيش، وكان بقاله فتره الدنيا مش ماشيه معاه. الراجل جاب جول، فهو من كتر فرحته، كان والده راجل محترم قاعد في المدرجات، فحب يشاركه في فرحته، فراح شاور له وقال له وشاور عليه ان انت سبب الفضل اللي انا فيه بعد ربنا سبحانه وتعالى. يا عزة، ايه المشكله ان هو عمل كده؟ هو انت عمرك ما شاورت لحد؟ عمرك ما ناديت على حد يا اخي وقلت انت رقم؟ عمرك ما بوست ايد ابوك وامك يا اخي؟ الراجل ينام ويصحى يلاقي نفسه ترند، والناس بتقول ان هو عامل علامه كده، لا مؤاخذه يعني. علامه ايه يا عم؟ صلي على النبي في قلبك، هو الفراغ قاتلنا للدرجه دي؟ نقعد نقول على الراجل عمل وما عملش وقصه في الفاضي اصلا. لو كل واحد ركز وبص في ورقته بس وركز في حاله، والله العظيم هنطلع لقدام. احنا ايه بنتكلم فيه؟ طب فرضا يا سيدي جدلا يعني ان الراجل ده حصل له مشكله بسبب اللي انت قلته، انت كده مبسوط؟ انت كده راضي ان انت صدرت للراجل مشكله؟ هو اصلا بني ادم من لحم ودم عايش وسط اهله وناس، وانت كده لما تصدر له مشكله سواء المشكله دي حصل او لا، انت كده راضي يعني عن نفسك لما تعمل المشكله دي؟ انت استفدت ايه اصلا؟ استقيموا وارحمكم الله وصلي على النبي في قلبك كده. علامه ايه اللي هو عملها الراجل؟ الراجل اسمه محمد مجدي قفشه وفرحان يا اخي، بيسلم على ابوه، فرحان ان هو بيه، وبعد الماتش اتصور عليه. نقعد نقول ان هو عمل وما عملش. وبعدين برضه الغريب ان ناس كتيره قوي ماسكه الترند وقاعده تتكلم فيه. طب انت اصلا يا عم خليك في حالك، خليك في حالك. هو عامل انا مش فاهم. خليك في حالك وركز في شغلك والدنيا تطلع لقدام. احنا بنحب نمسك في الفرغه وخلاص. اخواننا عايزين نطور بلادنا بقى ونطلع بقى لقدام، حرام عليكم.